عندك المشكلة دي في مكنة القهوة؟ طيب تعرف ان حل المشكلة دي سهل جدا فوق ما تتخيل؟ المشكلة دي بتحصل كتير في مكن القهوة اللي شبه المكنة دي مهما كان نوعها، وهي ان المية تخرج من حوالين البولت فلتر مش من مكان القهوة بس، فاستخلاص القهوة ما يبقاش كامل، وكمان المية دي تنزل في الكوباية تخفف طعم القهوة وتبوظه. ولو تعرف اي حد عنده المشكلة دي فما تنساش تبعت له الفيديو ده. بس ضروري جدا الاول نفهم المشكلة دي بتحصل ليه. هقول لكم، لما البولت فلتر ده بيكون مكتوم شوية ومية مضغوطة جواه ومش عارفة تخرج، فشايفين الحلقة السيليكون دي بتكون هي أضعف نقطة بتحاول تهرب منها المية، وخصوصا مع الوقت وتكرار الضغط العالي والحرارة، فالحلقة السيليكون دي ممكن تضعف وتبقى طرية قوي قوي أو تتشقق فتحصل المشكلة دي. ولو الباسكت اللي عندك مضغوط مش مكشوف زي ده والقهوة بتنزل منه بصعوبة قوي زي كده، فغالبا الباسكت ده نفسه بيكون مسدود ومحتاج ان هو يتفك ويتنضف، او لو هو ما بيتفكش من بعضه زي كده هتحتاج انك تغيره خالص عشان لما تحل مشكلة المكنة ما ترجعش تتكرر تاني. وخليها قاعدة عموما في مكن القهوة، ما ينفعش تسيب الباسكت مسدود. حاول تاخد بالك لو بتجرب طحنة جديدة وحسيت ان المكنة مسدودة قوي، وقفها وارمي البن اللي فيها، هو كده كده ناعم خلاص، حتى لو عافرت معاه عشان يطلع لك قهوة مش هيطلع طعمها مظبوط، مش هتطلع القهوة حلوة ابدا، فارميه معلش واستخدم غيره. ولو لسه عندك اصلا كمية مطحونة بنفس الطحنة دي استخدمها القهوة التركي، مش هتنفع ان انت تستخدمها تاني للاسبريسو. يبقى اول حاجة نحل مشكلة انسداد البولت فلتر، وبعدها بقى نيجي لمشكلة التنقيط اللي غالبا لو حصلت مرة فهتحصل تاني وتالت حتى لو البولت فلتر ما بقاش مسدود. والحل سهل جدا لمشكلة التنقيط اللي ممكن تجربه في الاول، هو انك بس تفك الحلقة السيليكون اللي جوه دي وتقلبها وتركبها تاني، بس كده. يعني مش لازم تروح وتجيب حلقة سيليكون جديدة وتركبها الأول، لأ، جرب إنك تستخدم نفس الحلقة الموجودة، وحتى لو ظهر الحلقة دي مختلف عن وشها مش مشكلة، اقلبها وركبها تاني، وغالبا وقتها المشكلة هتتحل على الأقل لفترة من الزمن. وعشان تقلبها الموضوع سهل جدا جدا، هو مسمار واحد بس في الشاور سكرين بتفكه، هتلاقي الشاور سكرين نزل، فبتشيل الحلقة السيليكون دي تقلبها وتحطها مكانها، تركب الشاور سكرين تاني وتربط المسمار، وما تقرطش ابدا على المسمار ده في الربط، اربطه ربط عادي خالص، ما تربطوش جامد عشان ما يفوتش، هو مش مطلوب اصلا ان هو يكون مربوط جامد، ولا حتى قوة ربطته دي هتفرق خالص في حل المشكلة، فما تتكاش عليه. وبس كده. وعلى فكرة بعض انواع مكن القهوة مش محتاج انك تفك الشاور سكرين اصلا، تقدر بمفك عادة صغير انك تفك الحلقة دي من الجنب كده، هتلاقيها بتطلع بكل سهولة، هتقلبها وتزقها تاني في مكانها، بتتحشر فيه حشر كده وخلاص، هتلاقيها ركبت ومفيش اسهل من كده. وارد جدا تلاقي تركيب البولت فلتر بقى ناشف قوي عن الاول، ده طبيعي، المهم انك هتجرب وباذن الله مش هتلاقي اي تسريب. بس برضو وارد جدا يكون ده حل مؤقت، لان لو فعلا الحلقة دي مشققة او ضعيفة او بقت طرية جدا، فممكن الحل ده ما يشتغلش، او ممكن يشتغل شهر او شهرين وترجع تاني تتكرر نفس المشكلة، فوقتها للأسف هتشتري حلقة جديدة زي دي بنفس مقاس البولت فلتر. عندي هنا مثلا 51 مللي، فاتأكد انك تجيبه برضو 51 مللي. وعلى فكرة هي حلقة مش غالية، لكن مش متوفرة بسهولة وخصوصا جوه مصر، لكن الميزة ان المقاسات دي ستاندرد، فاي مقاس 51 هيركب على اي مكنة مقاس 51، مش لازم تلاقي في الوصف ان هو مكتوب ان هو مناسب للمكنة دي تحديدا، المهم بس انك تتأكد من المقاس مش اكتر. فلو عندك مكنة هاي برو او كافي لاف ممكن تروح تجيب الحلقة دي من توكيل ديلونجي مثلا، تستخدمها على المكنة بتاعتك، او ممكن حتى انك تطلبها من علي اكسبريس من بره مصر. سعرها حاليا بالشحن والجمارك ممكن يوصل في حدود 300 جنيه تقريبا، والموضوع في الامارات والسعودية اسهل كتير، موجودة في اماكن اكتر واونلاين على نون، لكن عادة بتكون اغلى شوية. وطبيعي انك ممكن تلاحظ ان الحلقة الجديدة شكلها مختلف، سمكها اكبر شوية، وده ممكن يخلي برضو تركيبها مش بنفس السهولة قوي، غالبا بعدها هتلاقي بولت فلتر لفترة بقى تركيبه وفكه اتقل بكتير من الاول، لكن كل ده عادي ما تقلقش، وحتى البولت فلتر هينعم تاني مع الوقت،
المهم ان مشكله التسريب هتبقى اتحلت، ولما تركبها وتجرب قهوتك فباذن الله تلاقي المكنه اشتغلت بامتياز بدون اي تسريب. فاي خدمه، ما تنسوش اللايك والشير. لو عندكم اي مشكله اكتبوا لي في الكومنتس، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.